صباح الخير او مساء الخير حسب لو انت بتشوف الفيديو. ازيكم يا شباب؟ إيه الاخبار؟ رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناه احمد اكس تي في. ان شاء الله النهارده جاي اكلمكم عن موضوع يمكن يهم ناس كتير من اللي بيتفرجوا عليه. بطلب بس من الناس اللي اول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه، تعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في حلقه النهارده. مبدئيا حلقه النهارده عن ازاي نغير بروسيسور اللابتوب بمعالج اقوى. اللابتوب اللي معانا النهارده من نوع سامسونج. البروسيسور اللي عليه من نوع كور اي 5 جيل اول. فاحنا هنحاول ان احنا نغير المعالج اللي عليه بمعالج اقوى، يعني ده كور اي 3 جيل تالت، وبيتهيألي الجيل التالت هيكون اقوى من الجيل الاول. بس هل ان هو هيقبل الترقية ولا لا؟ دي احنا هنكتشفها مع بعض، لاني انا لسه ما جربتش اللاب. انا فكيت اللابتوب، تمام، في حلقة هتنزل بكرة ان شاء الله، او يعني على بكرة باذن الله هتكون نزلت. انا فكيت اللابتوب، لكن ما جربتش ان انا اغير المعالج لسه. فاحنا هنحاول ان احنا نغير المعالج مع بعض ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. نقلب الكاميرا ونكمل الفيديو. طيب زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل اللابتوب بعد انا ما فكيته. طبعا هنا سوكت الشاشة هنشيله، وهنا سوكت الفلاتات اليو اس بي هنشيله برضو نرفعها. طيب حاجة مهمة بس قبل أنا عشان منساهاش، إن احنا ده زيت طبعا بننضف بيه الحاجات دي. إن احنا بس هننضف، أو إن أنا هنضف زراير الماوس. نحط كده حاجة بسيطة عليها، ونبدأ إن احنا ننضفها بحيث إن هي تكون كل حاجة معانا تمام. هنا برضو زرار الباور كنت بحس إن هو تقيل شوية، فهبدأ إن أنا أنضفه. وهنا زراير او الكليك بتاع الماوس هبدأ ان انا انضفه برضه. طيب زي ما قلت لكم انا مش عارف التجربة دي هتنفع ولا لا، لان انا فعلا ما جربتش. تمام، بس مركب الهارد. طيب هبدأ ان انا اشيل البوردة او المذر بورد كده بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. هنا المعالج اللي انا هعمله ان انا طبعا هنا المروحة دي بمخرجين، لان في مخرج لكارت الشاشة، تهوية كارت الشاشة اللي أنا بفكها دي. وهنا طبعا البروسيسور بتاع أو المعالج بتاع اللابتوب. طيب كل اللي احنا هنعمله إن احنا هنفك بس كده الحاجات دي. طيب فكينا وطلعنا الحاجة. مش لازم طبعا ان انا افك، يعني انت عادي بمزاجك ان انت تفك المروحة ولا لأ، بس انا هسيبها زي ما هي كده. تمام، حط بس كده على جنب شوية. هنا بقى في تركاية لازم تعملها، ان في عندك هنا طبعا في لابات ما بيكونش المتاح ليك ان انت تغير المعالج، بيكون المعالج مدمج في البوردة. طيب في اللابات، في لابات تانية بيكون ليك ان انت تغير عادي يعني. فهنا هعمل المسمار ده او البتاع ده، ان انا بس هقلبه الناحية التانية، هيقوم المعالج ظاهر او طالع معايا بالشكل ده. هحطه على جنب. كان عندي هنا معالج كور اي 5 جيل تالت او رابع تقريبا، فهشوف لو موجود هتبقى حاجة كويسة. هيقلي هو ده كور اي 5 جيل رابع تقريبا، فهنشوف هل هيقبل الترقية ولا مش هيقبلها. طيب نحاول ان احنا
نديله الناحية التانية. لا متهيألي هي كده ممكن تمام كده. وهنلف التركاية دي زي ما هي كانت، يعني نرجعها مكانها تاني. في تركاية كده لكن تقريبا عشان المفك أو حاجة، المفك بس كده، هي كده تمام. طبعا احنا هنتست لسه، فمش محتاجين ان احنا نحط معجون تبريد، احنا لسه يعني هنتست. طيب بالمفك هنرجع المسامير مكانها تاني. المسامير كده هنرجع كل حاجة مكانها. نربط برضو المسمارين بتاع كارت الشاشة. احنا كل ده يا جماعة لسه بنتست، يعني انا معرفش صدقوني النتيجة هتكون عاملة ازاي في الاخر، هل هيشتغل او لأ، والله انا مش عارف. احنا لسه بنجرب، او انا لسه بجرب كل حاجة قدامكم. طيب نطلع بس الفلاتة دي من مكانها. نطلع الفلاتة بتاع السيد روم. نرجع فلاتة الشاشة. المعالج اللي كان عليه كور اي 5 جيل اول، فانا مش عارف هل هيقبل الترقية ولا لا. نركب الفلاتات سريعا كده، وهنوصل الهارد بحيث ان هو يشغل نسخة الويندوز، نشوف هل هيشتغل ولا لا. ونبدأ نسمي الله ونوصل الجهاز. الباور هنا شغال تمام، لكن اللاب طافي تمام، يعني هو مداش اي حاجة. هنا باور شغال عندي، واللمبة بتاعت الباور هنا شغالة برضو، لكن هو مداش اي حاجة. كل حاجة راكبة تمام، وشيكنا على كل حاجة. المروحة اشتغلت اول ما شغلنا الجهاز. الجهاز وصله باور تمام، المفروض ان هو يفتح، لكن هنا تقريبا ان هو مش هيقبل الترقية لمعالج اقوى. بس يعني دي كانت تجربة كده في السريع، وللأسف يعني فشلت لأن الجهاز ما قبلش الترقية. مش عايز أطول عليكم الحلقة دي، كانت حلقة النهاردة، وأشوفكم على خير إن شاء الله.